مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض تنظيف الملوحة او الفسيخ. هنعمله مع بعض بكل سهولة، وهننضف مع بعض البصل الاخضر. اكلة سهلة جدا بمناسبة عيد الفطر. كل سنة وانتم طيبين. يلا مع بعض نشوف هنعمله ازاي. تنضفيها بطريقة سهلة جدا. اول حاجة دي كده اهوت ملوحة صعيدي، نفس طريقة الملوحة، هي نفس طريقة الفسيخ. هنضفها ازاي؟ تمام. احط كيس كده اهوت، ابتدي اشيل دي كده اهو، تيجي نضفها كده اهو. نفس الحكايه كل الزعانف دي، وابتدي بالمقص بتاعي ابتدي اتخلص من الراس. وفي طبق فيه ميه افضل اتخلص من القشور كلها بالشكل دوت، او ممكن بالسكينه. بس زي ما انت شايفه كده اهو. كل القشور دي هتنزل في الطبق. بس زي ما انت شايفه كله اتعمل بالشكل دوت. وبايدك كده تكملي، على القشور الفاضله دي. والتانية برضو نفس الحكاية، هعملها زيها بالظبط. هو الديل اللي بيبقى ناشف شوية، بس هي اللي عملت في الأولانية هي. وهي التانية برضو طلعتها زيها بالظبط اهي. هتيجي بقى نحطها في طبق. وطبعا الكيس الاولاني ده كله كده اهو هخلص منه. الأكياس بتاعتها خلصت من الأكياس دي كده كلها. اجي احط كيس من دي، والميه دي الميه ما ترميهاش في الحوض عشان ما تسبكيش الحوض، لازم تصفيها الاول وبعد كده اهو تقلبيها. وهبتدي اهو بالسكينه هقطعها بكل سهوله.
كمان دي لو انت عايزاها تبقى مخليه هتخليها برضو بكل سهوله. اول حاجه بس تمكني من القشره اهو. لو انت عايزاها مخليه اهي. بكده اكون عملتها معاكم بطريقتين. نفس الحكايه دي. هكمل اهي. قلبتها اهي. بصي طبعا دي هتترمى، الجلده دي كلها هتترمى. تيجي برضو اقطعها زي التانية. تاني حاجه بقى هننضف مع بعض البصل الاخضر. طبعا في نوعين، ابيض وفي نوع احمر. اللي ما اعرفه ان هو بيقول لك الاحمر ده فلاحي، مش مشكله، المهم نتعلم مع بعض ازاي بقى ننضفه. اول حاجه اول جزء دوت كله كده اهو يترمى بالشكل دوت. وبالمقص بتاعي ابتدي هقص كل الحاجات اللي ملهاش لازمه دي. ومن فوق نفس الحكايه هقصها، مشيلهاش كلها عشان دي بتحتفظ بيها. اهو هعمل كله بالشكل دوت وهنرجع مع بعض. وهو بعد ما خلصته بالشكل دوت زي ما انت شايفه جميل جدا. اللي خليناها مع بعض من القشره من الجلده جميله وطريقه سهله جدا. والبصل نفس الحكايه عملته وغسلناه. بعد ما عملت كده غسلته كويس جدا عشان التراب. اكله سهله جدا. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير. وطبعا الليمون هو الشيء الاساسي دوت في الاكله دي. ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. باي باي.